اوعدك والله انك لو عملت القصه دي هتلاقي عندك التراكمات دي بقت صفر، مفيش عندك تراكمات حرفيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفعه 2024 ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعه 2023 علم علوم، جاي ان شاء الله اتكلم معاكم في الفيديو ده ازاي تحل مشكله التراكمات والدروس اللي انت مراكمها، الحاجات اللي انت ما ذاكرتهاش، كل ده ان شاء الله هتكلم معاكم فيه في الفيديو. ازاي قبل ما نبدا الفيديو تدعمنا بلايك وكومنت حلو يخلينا نستمر. تراكمات الدروس وانت مراكم عليك كذا حاجه ومش عارف تعمل ايه وقلقان ومتوتر وحاجات كتيره قوي لقيتها منكم على جروب التليجرام. انا فعلا والله كنت منتظر منكم المشكله دي، لان انا عارف وكنت متاكد 100% ان هي كانت هتحصل، لان هي حصلت معايا وحصلت مع غيري وحصلت مع اللي قبليه وحصلت مع ناس كتير قوي في الثانويه العامه. حته ان انت بتراكم عليك دروس وتبقى بقى قلقان وخايف ومتوتر مش عارف تعمل ايه. يا عم اسلام دلوقتي احنا المفروض هنحل المشكله دي ازاي او هنعمل ايه؟ بس الاول اقول لك ايه مشكله التراكمات او ليه بنخلي عندنا تراكمات. انت حرفيا بتخلي على نفسك تراكمات لسبب من اتنين، يا اما انت مش ملتزم بوقتك، يا اما السبب التاني ان انت بتضيع في وقتك في حاجات تافهه. بيظهر لك فوق كده في علامه الاي يعرفك ازاي تنظم وقتك في الثانويه، لان هي دي اهم خطوه لازم تاخدها. اول حاجه عشان احل مشكله التراكمات اللي عليا لازم انظم وقتي. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي عليا كذا حاجه متراكمه عليا. طب انا المفروض دلوقتي المتراكم عليا ده هعمل فيه ايه؟ لك انت محتاج اكبر قدر من الوقت عشان اللي انت راكمته ده تبتدي ان انت تشوفه وتذاكره وتفهم بقى ايه اللي واقع منك، طب ايه اللي انت تعرف تلمه، طب ايه الكلام ده كله. انت المفروض دلوقتي بعد ما نظمت وقتك هتعمل ايه؟ هقول لك اللي المفروض تعمله انك توفر اكبر وقت، تبعد بقى شويه عن السوشيال ميديا، تبعد عن اي حاجه حرفيا بتبعدك عن المذاكره. مش لازم يبقى تليفون ونت، ممكن يبقى حاجه ثانيه انت بتعملها بتضيع لك وقت، بتخليك مش عارف تذاكر بشكل كويس. طب دلوقتي انا خايف وقلقان، في حاجات كتير قوي مراكمه عليا، في باب كامل ما شفتوش، في كذا درس من مدرس، الدرس الواحد ممكن يقعد معايا 7 ساعات. طب انا اعمل ايه في المشكله دي؟ لك ان اي حد في الحياه عادي جدا يحصل عليه تراكمات، انما الشخص اللي بيفكر صح هو اول ما بيحصل عليه تراكمات يبتدي يحل المشكله بسرعه جدا. متراكم عليا دروس كتيره جدا في الكيمياء ودروس كتيره جدا في العربي ما كنتش فتحتها حرفيا. بكل اختصار شديد انا مسكت المواد مراكمه وابتديت ان انا اقسمها، ابتديت اشوف انا ضيع مني كام درس، ضيع مني 4 في العربي، ضيع مني 3 في الكيمياء، ضيع مني درس في اللغه الثانيه، كده لقيت نفسي ضيع مني كذا درس. هي دي اول خطوه انت المفروض تاخدها، هتجيب ورقه وتكتب كل ماده ايه الدروس اللي وقع منك، سواء باب سواء 3 دروس سواء 4، كل واحد فينا ليه كذا حاجه هو مراكمها وقعت منه. ماشي يا عم اسلام، دلوقتي انا جبت ورقه وجمعت فيها الحاجات المتراكمه عليا، اقول لك هبتدي اجزأ الحاجات دي على كذا يوم. انا ايه؟ بمعنى ان انا طبعا ما اسيبش الحاجات اللي انا باخدها جديده، يعني مش معنى ان انا هلم القديم اراكم عليا حاجات من جديده، انا همشي زي ما انا عادي وهاخد حاجه من الحاجات الجديده وبعد ما اخلصها هرجع اخد معاها حاجه من الحاجات القديمه. يعني انا مثلا يوم الاحد عندي مذاكره عربي، هذاكر الدرس العادي اللي انا لسه واخده معاه هذاكر درس من اللي فاتني. ايه؟ طب ما انا دلوقتي الحاجات القديمه دي معتمد عليها الحاجات الجديده، يعني انا لو ما فهمتش القديمه مش هفهم الجديده. خلاص انت المفروض ان انت تبدا بالقديم وتشد حيلك شويه في الوقت، تبتدي ان انت تخلي وقتك كله للمذاكره حرفيا. مش بقول لك انك تعمل كده على طول، انا بقول لك بس الوقت اللي انت مضطر ان انت تضغط فيه عشان تعرف تنجز الحاجات اللي وراك. انت لما تخلص التراكمات اللي عليك هترجع زي ما انت عادي. انا اوعدك والله انك لو عملت القصه دي هتلاقي عندك التراكمات دي بقت صفر، مفيش عندك تراكمات حرفيا. فاكر كل يوم بيومه، اهم حاجه وانت بتعمل القصه دي ما تكروتش واعمل حاجه بالهدوء. يعني ايه اعمل الحاجه بهدوء؟ يعني مش لازم تعملها بسرعه، مش لازم تسرع الفيديو، اقعد وافهم الدنيا عشان القديم اساسا الجديد مبني عليه. شخصيا بقول لك انا عملت كده، ابتديت لما انا مسكت الورقه شفت الحاجات اللي ضايعه مني انا مراكمها مش عارف اعمل فيها ايه، ابتديت ان انا اوفر وقتي بقى خالص للمذاكره. بس انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا قاعد على المكتب بتاعي بذاكر. حاجه وانت بتخلص النشاطات بتاعتك ابدا بالحاجات القليله هتجيب الحاجات الكبيره. نبدا بهدف صغير قوي، تخلص درس بسيط مدته ساعتين ساعه ونص، وبعد كده شوف الدرس اللي اكبر منه واللي اكتر منه في الوقت. انت تعرف تحقق اهدافك لازم تبدا بالحاجات الصغيره وبعد كده الحاجات الكبيره. انا اوعدك والله انك لو عملت القصه دي هتلاقي عندك التراكمات دي بقت صفر، مفيش عندك تراكمات حرفيا. تلاقي نفسك رجعت عادي لحياتك، انت بتذاكر وممكن تقعد شويه على السوشيال ميديا وممكن مش عارف تعمل ايه وممكن تلعب رياضه معينه، هتلاقي حياتك ابتدت ترجع للطبيعي. بس اللي حصل ده يعلمك ان انت بعد كده ما تراكمش عليك اي حاجه وتشد حيلك في المذاكره. الفكره كلها فكره ان انت تبقى ملتزم وعارف انت بتعمل ايه، حاطط هدف لنفسك وعايز تحققه، ماشي عشوائي وزي ما تيجي. هي دي كانت رسالتي ليكم، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش هتلاقيني سايب لك تحت في الوصف لينك جروب التليجرام بتاعنا، وهتلاقيني كمان سايب لك فيديوهات هتفيدك جامد جدا. سايب لك تحت الانستجرام والفيسبوك وكل حاجه تخصني، لو حابب تخش كلمني، عندك مشكله في اي حاجه تعالى نتواصل مع بعضينا ونعرف ايه مشكلتك وان شاء الله نعرف نحلها. ربنا يا رب يوفقكم وتحققوا اللي نفسكم فيه. انا ان شاء الله موجود معاكم في كل وقت، اخوكم اسلام.
سلام عليكم. with